قلنا قبل كده إن لما خزاعة احتلت مكة وهزمت جرهم دفنت زمزم. ولما سيطرت خزاعة على مكة وما لاقوش مية، اضطروا إن هم يستوردوا مية من خارج مكة. وقلنا إن استيراد المية من خارج مكة ده كان سبب من أسباب دخول الأصنام مكة. إزاي؟ قبيلة خزاعة مع مرور الزمن حكمها واحد اسمه عمرو بن لحي. ففي مرة عمرو بن لحي وهو خارج في قافلة عشان يستورد مية من خارج مكة، وهم راجعين عدوا على قبيلة اسمها العماليق. لقى العماليق دول بيعبدوا الأصنام، فسألهم إيه دول؟ فقالوا له دول الآلهة يأكلونا ويشربونا ويسقونا ويقربونا إلى الله زلفى. يعني دول بيقربونا من ربنا، هم بيعبدوا ربنا بس الأصنام وسيط بينهم وبين ربنا. فعمرو بن لحي عجبه الكلام، قال لهم طب احنا عندنا مشكلة في المية في مكة وبنطلع نستورد مية ونرجع، ادوني واحد منهم عشان يساعدنا في الموضوع ده. فادوا له صنم اسمه هبل، أكبر أصنام مكة هبل. أخد هبل ورجع به مكة وحطه عند الكعبة وثبته بالسلاسل وأمر أهل مكة يعبدوه. وكان كلام عمرو بن لحي في مكة كالشرع اللي يؤمر بيه يتنفذ، فعبدته قريش. وظهر بعد كده أصنام تانية زي اللات والعزى ومنات وأصنام تانية، وأعجبها إساف ونائلة، وهنعرف ليه في فيديو تاني إن شاء الله. مش بس كده، ده اخترع لهم اختراعات ما أنزل الله بها من سلطان. هو اللي اخترع البحيرة والسائبة والوصيلة والحام اللي كنا اتكلمنا عليهم في فيديو قبل كده. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: رأيت عمرو بن لحي يجر أمعاءه في النار، أول من بدل دين العرب. أول واحد دخل عبادة الأصنام في العرب عمرو بن لحي. وفضلت عبادة الأصنام في مكة لحد سنة 8 هجريا فتح مكة، لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة واستقر الوضع معاه وطلع على بعيره وراح يطوف حول الكعبة لوحده ومعاه عصايته، ويطوف من فوق بعيره ويشاور بعصايته على كل الأصنام اللي حول الكعبة. وطول ما هو بيطوف بيقول: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الصحابة بيحكوا بيقولوا لما كان يشاور على الصنم من وشه، يشاور بس ما يلمسوش، يشاور على الصنم من وشه يقع على ظهره، واما يشاور على الصنم من ظهره يتكفي على وشه. وساب هبل في الآخر، وبعد ما خلص جه عند هبل وقعد يخبط بالعصاية في عينه ويقول: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهبل يتزلزل ويتهز لحد ما انهار من كبره، انهار لقطع كبيرة. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة يكسروا القطع الكبيرة بتاعة هبل إلى قطع صغيرة، ودي كانت نهاية عبادة الأصنام في مكة.